السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشوني كتير كتير كتير. النهارده كده قلت اعمل لكم روتين خفيف كده. روتين المطبخ. بقالنا كتير غايبين عنكم، معلش. عشان ماما تعبانه وكده، ادعوا لها بالشفا ان شاء الله. فقلت انا بقى ايه، اتصرف كده واغسل المواعين بقى عشان هي تفرح كده وان شاء الله تخف. وادعوا لها بالشفا ان شاء الله، وربنا يشفي كل مريض ان شاء الله. بدأت هنا بالمواعين، وعاوزة اقول لكم حاجة النهاردة ان شاء الله. هعمل فيديو قوي جدا هينزل لكم بكرة بإذن الله. اتفرجوا عليه وهيعجبكم كتير كتير كتير، وحطوا لايكات كتير 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 عشان انزل لكم الفيديو بكرة بإذن الله. هو بيعجب كل الاطفال ان شاء الله. ولو حبيتوا الموضوع قولوا لي في الكومنتات، اعمل لكم روتين اول يوم مدرسه وكده، ونروح مع اصحابي وفاهمين انت يعني كده عرفتوا بقى. فان شاء الله هعملها لكم النهارده، هنزل بكره ان شاء الله. فعاوزين كده نحط اللايك ونصلي على سيدنا نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى بدأت بالمواعين. فتحت الحنفية عشان كنت عاوزة اشطف الكوبايات بتاعت الشاي. عشان الطفل وكده ففتحتها. فقلت انا بقى قلت لك ما تنسوش تحطوا اللايك. ان شاء الله الفيديو عجبكم ان شاء الله. دي بقى حطيتها في الاخر، عملتها في الاخر خالص عشان متتوهوش مع نفسها عبال ما اخلص الاطباق. وان شاء الله مش هنغيب عنكم تاني ان شاء الله. وهنزل لكم فيديوهات كتير 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 والله ان شاء الله. بس عشان كنا تعبانين شويه وماما تعبانه، فوالله مش عارفين نصور. فان شاء الله ربنا يشفيها، وهصور لكم فيديو النهارده ان شاء الله، وهينزل بكره شبه ما قلت لكم يعني بقى كنت خلاص اخر طبقين، وغسلت الكسر البتاع دي، معرفش اسمها ايه، كسرونه تقريبا بتاعت اللبن. هنا معرفتش اتحجم فنزلتها في الحوض، قلت احسن. فالحقوا بقى حطوا كومنتات، عشان الكومنتات متقفلش زي ما انتوا عارفين. وهنا بقى خلاص كنت هشطفهم بقى. مش تحطوا لايك وتصلوا على سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والاشتراك عشان يوصلكوا كل فيديو جديد ان شاء الله احنا ننزلناه. وشكرا لكل واحد اشترك، وشكرا لكل واحد حط لايك. تسلموا لنا يا رب. وان شاء الله مش هنغيب عنكم تاني ان شاء الله. بس انتوا ادعوا لماما بالشفا، وربنا يشفي كل مريض عشان ماما تشجع كده. ونصور لكم، انا شجعتها والله، قلت لها تعالي يلا نعمله فيديو. صوريني انتي معلش يا ماما دلوقتي. وهصور، انا هصور يعني هعمل روتين كده المطبخ عشان ايه، عشان احنا غبنا عنكم كتير وكده. والفيديو اللي انا عاملاه كده طلب مني كتير من صحابي يعني. فعشان كده قلت هعمله لكم بقى. هنا بقى كنت اوريكم الكوبايه بصوا بتبرق ازاي. كده خلاص كنت اخر واحده شطفتها، اللي انا حطها على جنب ده بقى كنت قلت هخلص الاول بعد كده اروح حطه، عشان هما كبار وكده. فقلت ايه ماما تبقى تحطهم لي عشان مش هحطه لفوق. هنا بقى غسلت اللي اسمها ايه الفوطه، وعشان امسح الرخام. وعملت السكلوم دوت، عملت كله يعني ان شاء الله الفيديو يعجبكم ان شاء الله. هنا بقى حطيتهم خلاص، لقيت نفسي طولت فرحت حطيتهم. فمسحت الرخوم وكده عشان انتوا شايفين بصوا بتبرق ازاي. وهنا بقى خلاص هغسلها تاني، وعشان اوريكم الرخوم اللي ورا. بس مش تصلوا على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص بقى. كنت بظبط هنا اللي كنت عاوزه خدت السلكه وقعدت ادعك الحوض، ادعك الحوض بالسلكه يعني، دعكته كله كده عشان برضو يدي اضاءة حلوة كده يعني، ينور فاهمين. مش تحطوا لايكات كتير 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 عشان نوصل لكم اي جديد، وتشتركوا عشان الفيديو اللي انا هنزله ان شاء الله يوصل لكم.
هيعجبكم ان شاء الله. ولو حطيتوا لايكات كتير وتفاعلتوا معايا في الفيديو دوت، هعمل لكم روتين اول يوم مدرسه. انا بحب الفيديوهات دي قوي، فعشان كده عملته بقى. مع اصحابك مش داخله المدرسه؟ ومع اصحابي وانا داخل المدرسه، كله يعني هشارك كل يوم. من اوله كده، شبه المره اللي فاتت، شبه السنه اللي فاتت. بس ايه، على اطول بقى، فيديو يكون طويل اطول شويه، عشان في حاجات بقى في دماغي وحاجات كده. فاهمين انتوا دماغ الاطفال دي. انت بقيتش انسه خلاص. اه. سنة 5 داخله سنه 5. يعني كنت في سنه 4 ودلوقتي داخله سنه 5. معرفش، انا بحس ان انا بكبر وبطول مع وانا مش مصدقه والله انا في سنه 5، مش عارفه. بس الحمد لله دواني بالنجاح، بننجح الجميع. انا بقى كانت ماما بتوريلكم المشتريات اللي احنا جبناها. جبنا مكرونه وبصل وكبده وفلفل اسمر، وجبنا حاجات كتير، وجبنا شاي كده. يعني هوريكم دلوقتي. والطماطم ديت حطيتها مع المكرونه وحطيتها على البوتاجاز. يا ريت تعملهم الاكل انت النهارده. ممكن. وبصوا، بس ممكن يعني انا مش عارفه، بس ممكن اعمل لكم الاكل النهارده. ممكن، ليه لا؟ عادي يعني، صح. هنعمله النهارده غدا مكرونه وكبده. هو سهل والله. انا بعرف اعمل مكرونه، بعرف. يعني بحب اعمل اكل قوي. بحس ان انا بقيت ست بيت بقى خلاص بقى، وكبرت بقى، فاهمين. بحس بالكبر لما بعمل اكل، والله بحس كده. فممكن اعمل لكم النهارده الاكل والله. وانا يا ماما بس بصور فكرت في الفكره دي برضه. وهنا بقى مسحت الكروانه بتاعت البصل والثوم والحاجات دي. مسحتها قصدي، وغسلت الفوطه. وهنا حطيت الجلد في التلاجة عبال ما نعمله الاكل. ماشي، فكره حلوه. هعمل لكم النهارده الاكل. هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله يعجبكم. ف نعم. عبال ما تخف ونطلع لكم ان شاء الله باقوى التحديات واقوى المقالب واقوى كل حاجه ان شاء الله هنعمل لكم. وصفات للشعر، وصفات للبشره، وصفات كل حاجه، اي حاجه تطلبوها ان شاء الله هنعملها لكم. بس ماما تخف كده وبيطولها بالشفا عشان تعمل لكم فيديوهات اكتر وفيديوهات اقوى، وان شاء الله يعجبكم ويحبوكم كتير كتير كتير. هنا بقى كنت بفضي الشاي، بس يعني هتشوفوا دلوقتي. انا بقى فضيت الشاي. فضيت الشاي وحبه وقعوا. يلا. وما فضيت السكر عشان قالت لي خلاص كفايه الشاي. انا هي بقى فضيت السكر. طبعا لمينا الشاي دوت وهمسحها معاكم. وغسلت بتاعت السكر دي، غسلتها. بصي يا ماما، هنا فضيت السكر وانا فضيت الشاي. وديت برضو هنغير النظام يعني، ونمسح اللي اسمها ايه، رخامات. معرفش، مش مجمعه معلش. فبلاك مسج تدعو ماما بالشفاء، ربنا يشفيها يا رب، ويشفي كل مريض ان شاء الله، ويشفي كل تعبان وبس. دلوقتي بقى غسلتها ونشفتها كده، قعدت انشفها يعني. انتوا فاهميني بقى. فانا رجعت كل دوت على الرخامه التانية عشان امسح الرخامه دي. فهنا بقى مسحتها ولقيتها يعني مش محتاجه، هي بس حبة الشاي وكانت عاوزه تتمسح برضو. مسحتها كده مسحه حلوه وبس. وهنحط الحاجات بقى وانتوا هتشوفوا يعني معاكم. هتشوفوني هتشوفوا ان كل حاجه في الفيديو مش مجمعه. معلش، الدروس بقى والمذاكره جت، فمعلش مش مجمعه. عندي صداع جامد والله، وعندها حفظ كتير كتير قوي قوي قوي. انجليزي. فادعولي بالنجاح وادعولي المذاكره ما تبقاش تقيله عليا ان شاء الله، عشان بجد انا تعبانه والله عندي صداع جامد فوق ما تتخيلوا. عشان كده مش مجمعه معاكم، معلش. الشمس كمان. والشمس ولسه يعني الشمس بقى، ومع الدروس والحر، فبجد تعب بقى. بننجح الجميع، وادعولي بالنجاح، وادعولي المذاكره ما تبقاش تقيله عليا وتبقى حمل عليا كتير، وينجح كل من كان ان شاء الله. هنا بقى خلصت الحمد لله. بصوا بقى كانت من بقت الحمد لله جميله قوي قوي. والحوض بيبرق كده وحاجه جميله. عايز اقول لهم حاجه. لا، عايزه اقول لكم وحشتوني وصلوا على الرسول كتير في الكومنتات،
ويا رب كده ربنا يجعل الأيام اللي جاية دي كلها خير على كل المسلمين وكل العالم، اللهم آمين يا رب العالمين. وبحبكم كتير كتير كتير، وباي.